السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ النهاردة هنعمل مع بعض مكرونة بالبشاميل، لكن المرة دي بالفراخ مش باللحمة. هنعرف هتتعمل ازاي وايه الطريقة والمكونات. ده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو ان شاء الله. تابعونا لاخر الفيديو. قبل ما بنبدأ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معنا مية مغلية، هحط فيها كيس مكرونة. كيس المكرونة ده 500 جرام. طبعا المية ببقى حاطة فيها شوية ملح وشوية زيت عادي خالص. ومعايا كمية من الفراخ، صدر فرخة مثلا أو نص كيلو فراخ. ومعايا بصلة هدبلها بس كده في طاسة فيها شوية معلقتين سمن أو معلقة سمن على معلقتين زيت، وهقلبها لحد ما تدبل فقط. كل الخطوات تقريبا سهلة جدا زي فكرة المكرونة بالبشاميل باللحم، بس اللي هيختلف هنا ان بدل الفراخ اللحمة هنحط فراخ. الفراخ مغسولة طبعا، قطع مكعبات صغيرة على قد ما نقدر، مش مفرومة، لا مكعبات صغيرة بالسكينة مقطعينها كده صغيرة. بعد ما اديت للبصلة تقلبتين ودبلتها، نزلت بالفراخ. بس عايزة الفراخ تاخد صدمة، مش هقلبها غير لما تاخد الصدمة. استنيت عليها شوية، اخدت الصدمة بتاعتها، لونها اتغير من تحت، فابتديت اقلبها علشان ما تنزلش ميتها. هقلبها تقلبتين او اكتر، وبعد كده ابتدي انزل بالتوابل. شوية فلفل اسود، شوية كمون، شوية كزبرة ناشفة بودر، وشوية ملح، مش اكتر من كده. وهقلبها كويس جدا لحد ما الفراخ تستوي او تتشوح معايا، يعني زي ما انتوا شايفين كده. خلاص هركنها بقى على جنب، هطفي عليها واركنها على جنب بعد ما اتاكدت ان هي استوت وما فيهاش صوص كتير، زي ما انتوا شايفين بالظبط زي ما بنسبك او بنعمل اللحمه، بنعصج اللحمه. هاجي بقى في حله، واخر خطوه بفضل اني اعملها البشاميل، او اني بشتغل في اكتر من حاجه مع بعض، لو ظروفي وامكانياتي تسمح ان اشتغل في اكتر من حاجه. حله على النار، هحط فيها معلقتين سمن وشويه زيت، يعني برضو حوالي معلقتين 3 زيت. وهحط عليها حوالي كوباية دقيق، كوباية معيارية دي او كوباية اللي هو المج بتاع الشاي ده. تمام. بعد ما هحطهم هقلبهم كويس مع بعض، بعمل بشاميل العادي خالص، بس مش عايزاه ياخد لون. وانا بقلب كده الدقيق في السمن، اذا لقيت الدقيق زيادة والسمن قليل قوي، احط شوية سمن صغيرين. والعكس، اذا لقيت السمن زيادة قوي والدقيق قليل احط. بس انا بحب احط كوباية دقيق علشان بحب البشاميل كتير. بعد ما السمنة دي يتقلب كويس في السمن، نزلت بلتر لبن. انا حطيت لتر وربع لبن، انا بفضل برضو يبقى مش لتر. الاول كنا بنعملها بلتر لبن، بس بحب البشاميل برضو يبقى كتير، ويبقى يعني مش ماسك قوي في بعضه، فبزود اللبن. حطيت هنا برضو توابل على البشاميل، بتديها طعم جميل جدا. برضو شوية صغيرين برضو من كل نوع، زي ما حطيت على اللحمة، فلفل اسود، كزبرة ناشفة، كمون، ذرة ملح، طعمه جميل جدا. ونزلت معلقتين كريمة لباني، هنا انا كنت بزود ربع لتر لبن. معلقتين الكريمة اللباني دول ممكن نستغنى عنهم لو مش متوفرة. يعني مش يعني هي بتديها دسامة وطعم، او بتخليها غنية شوية، لكن مش مشكلة، ممكن نستغنى عنها لو مش متوفرة. بقلب بقى كده لحد ما الاقي القوام بتاعي مش متماسك زي ما انتوا شايفين قوي، لان لما تهدى شوية هتبقى متماسكة شوية، واحنا مش عايزينها تخينة او متماسكة قوي. سلقت المكرونة سلق عادي جدا، بس المكرونة اللي بعملها البشاميل بسويها كويس قوي، وبغسلها بصفيها، يعني بغسلها بعد السلق وبصفيها. وبنزل بقى، قسمت هنا البشاميل نص كمية البشاميل، حطيتها او كبشتين حلوين كده بشاميل، حطيتهم على كل المكرونة، والباقي شلته على جنب علشان احطه على وش صينية البشاميل. طبعا قلبت كل المكرونة كده اتغلفت بالبشاميل. هجيب بقى الطاجن بتاعي والقالب بتاعي، ادهنه برضو بشاميل من قاع كده، وانزل بنص كمية المكرونة المسلوقة بتاعتي في قاع الطاجن بتاعي. افردها كويس واسويها كله يبقى متساوي زي بعضه. وانزل بقى بعد كده بالفراخ اللي انا عصقتها، هي بالظبط نفس خطوات المكرونة باللحمة، بس بدل اللحمة فراخ. حطيت بقى الفراخ وسويتها برضو في كل القاع كده، ونزلت بباقي كمية المكرونة على النص التاني على وش الفراخ
فوق الفراخ ونزلت بالبشاميل. شايفين البشاميل القوام ده اللي احنا عايزينه، القوام ده بيبقى جميل جدا وبيخليه كده جوسي وطعمه جميل قوي. بلاش نخليه سميك معانا، وده لما بيكون اللبن بتاعه زيادة شوية، ولما يكون ما خليتوش ياخد وقت كتير على النار بعد ما حطيت اللبن. خلاص كده الطاجن بتاعي جاهز. مش هحط عليه جبنة ولا هحط عليه، اللي حابب يحط جبنة مفيش مشكلة، بس ولا بيض ولا اي حاجة ولا سمن ولا اي حاجة. هو خلاص هيطلع لونه اللون الذهبي الجميل اللي احنا بنحبه. لكن انا ما بحطش جبنة صراحة، شخصيا ما بفضلهاش قوي بالجبنة، لكن اللي يحب يحط جبنة حسب الرغبة. اللي هي زي يعني اللي مش حابب يزود تكلفة قوي ما يحطش الجبنة. حطيتها بقى في الفرن على درجة حرارة 200 أو 250 حسب حمو الفرن عندك. بتاخد اعمليها بالظبط بقى معاملة المكرونة بالبشاميل باللحمة. ده كان شكلها بعد ما طلع من الفرن، وده وكده قطعناها. وعايزة اقول لكم اللي ما جربش فعلا المكرونة بالبشاميل بالفراخ فاتوا كتير قوي. المكرونة بالبشاميل اللي بيحبها ناس كتير، بتحبها الأطفال اللي هي باللحمة يعني. لكن لو جربتوا بالفراخ واثقة انهم او انكم هتحبوها اكتر. جربوها وقولوا لي رأيكم. انا قطعتها، هي كانت سخنة لسه بس ما شاء الله يعني متماسكة، وفي نفس الوقت مش ناشفة كده في بعضها، لا يعني سايحة او جوسي في بعضها. كانت طعمها جميل جدا. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. كنت معاكم سنة فود، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، في امان الله.